عملية إضفاء صفة العامل، وقصة آه، شو يسموها، رقم 3 بقرية ميلانسيل في فترة اللجوء سنة 2015. عطوا في شقة للميجريشن في ميلانسيل، هي بضاح قريبة من ايشنسويك. هاي المدينة، هاي القرية حطوا فيها سوريين كتير، نقلونا من جنوب السويد بالباصات للشمال، وقعدنا هناك بالميجريشن وسكننا بالشقة هاي. كان في أشخاص، كان في شخص اسمه محنى، الثاني شو اسمه الحلبي من بيت نعناع، حسان نعناع. المهم مو معي بالشقة، أبو حنا معي بالشقة، مسيحي حلبي سوري. الثاني تلينك بيت نعناع، تحت ساكنين بنفس البناية بس لشقة تانية. الفكرة كالتالي انك بتعيش بهالمكان هذا معك شباب من سوريا، في واحد من بيت بشارة، بتعيش بهالمكان هذا. طبعا نفس الشيء المبدأ، نفس الشيء. شخصية حدا حلبي لبسوني اياه اسمه احمد، بجاي من روسيا، بلاكم ما بعرف شو، معه تعويضات اسنان، بيشتغل. لبسوني شخصيته، بيقدموك لحدا تاني، او اي حدا بيلبسوك شخصية حسن باي كلمة تستخدم ضدك كالعادة. نفس المبدأ. هناك برا صفط بيض. طبعا صفط البيض هذا باقي فيه 3 بيضات. فانا جوعان بدي اتعشى، حطيت قليته، قلت له ها هاي 3 بيضات، حطيت قليته. مسكوه هون السوري، شو قاعد 3 بيضات، شو هاي رقم 3؟ والله لنيكك 3 مرات. فحطوا كل كلمة بتحكيها، يعني حتى حسان نعناع شو عم بيقول لك؟ بيقول لك انك انت اي، حتى يا اخي اذا بفايت على التواليت، احنا بنعرف انك اذا بتشخ قبل ما تخرى ولا بتخرى قبل ما تشخ. يعني شو يعني؟ انه بيتك الشقة اللي حاطينك فيها مراقبة. هاي كم لاجئين يعني، سلم لي على كم لاجئين. يعني بس هذا، هاي اللي بيسأل لك تطور الحياة. يعني بيحطوا شخص فاهمك كيف تتعامل معك. فانت بتوصل لمرحلة انه هون كل شيء 3. اول شيء لا تنسى في موسكو، انا في اخر شركة اشتغلت فيها، بالشركة اللي اشتغلت فيها لما اللي كنت اشتغل فيها 7 سنين، اسقطوا قيمتي عنوة، واعتبروني شيء غلط، وشيء يعني تروح وظليت رحت، ما انك مؤثر يعني، روح انقلع، وين المشكلة؟ فسحبت حالي ورحت. لا فرق معه انه انت شو كيف ليش، عنده استعداد تنهر فيك، وعنده استعداد تهينك، وعنده استعداد امتى ما بدها تعطيك الراتب، وامتى ما بدها تقطع عنك الراتب. المهم، فلما انتقلت على شركة تانية، هاي الشركة اكبر من شركتهم، ما لها علاقة بالمساحة، لها علاقة بالبناء والتطوير، وما بعرف شو، شركة كبيرة. ففي جابوا 3 اشخاص، صرنا جابوا شخصين من الجنسية الطاجيكية او الازبكية، واحد اسمه ابراهيم والثاني اسمه ابراهيم، عمال الشباب يعني، وانا اسمي ابراهيم. فعلى المبدأ هذا، اذا قلت ابراهيم شو بيشتغل، اذا قلت عامل ما ظلمتك، على انه ابراهيم عامل. ولا اذا قلت ابراهيم شوفير كمان ما ظلمتك، واحد الاوزبكي هذاك بيشتغل شوفير وعامل، والثاني او مساعد مهندس عامل ما له علاقة بالمانو دارس، خلص عامل مع فرقة المساحة. فجيت على السويد، الله يعطيك العافية، اخذت صفاتهم معك. كان شاب بالشركة هذيك اللي قبل ما تنتقل منها، كان شاب اسمه ميشا بسكر، بيجي شو، الله يعطيك العافية انت ميشا، مساعد مهندس. المهم اعدام. جيت انت على السويد، التعامل معك بهالطريقة هي. وابشع شيء اللي بيتم فيه انه على مبدأ عذبه الله بيرحمه، لا ترحمه الله بيرحمه. على مبدأ كذبه وخلي حدا يصدقه، ما راح حدا يصدقه. كبه بالشارع واعمل فيه، واعمله عامل، واعمله اهبل، واعمله كذاب، واعمله مجنون، واعمله مثل هلا هذا استاذ مشونا، اسمي ابراهيم، مثل ما مكتوب بالهاي، مو ابراهيم. هيك بباسبوري السوري من اول ما خلقت، منذ الولادة يعني. الموظف اللي بالسفارة السورية بجدة كتب باسبوري بالطريقة، اسمي بالانجليزي بالطريقة ابراهيم، مو ابراهيم بالانجليزي ابراهيم، تقرأ بالروس بالسويدي يعني اي مخفف يعني. المهم،
فوجدوا واحد هون عامل اسمه نفس تهجاية أحرف اسمي. فأنا هون عم بقول لك هذا عنوة ليش، وأبصر شو عاملين هون بهالمكان هذا لحتى أنا يعني مخوزقني أكيد وملبسني شخصيته. يعني هلا عم بخوزقوك هون إنه أنت، لأنه أنت وقفت مرة وعم بتقول قدام الناس إنه أنا إبراهيم وما بعرف مين وكذا، لأنه بيحاولوا الإيرانية هون يلبسوني شخصية واحد اسمه حسين وواحد اسمه نادر وواحد اسمه ما بعرف شو. بيحاولوا يلبسوك شخصيات. يعني الإيرانيين هون فعالين جدا، يعني ما مزحة. بتلاقي حالك يا أخي مو معقول بدك تحكي إنه أنا ماني إيراني، ماني تركي، مالي علاقة فيكم، ماني عجمي يا أخي، أنا عربي مسلم ما دخلني فيكم. لا تقعدوا تفوتوا عباس ودباس. سافرت على لاتفيا ورجعت موجودين شخص اسمه ابراهيم بالكمبيوتر، متهجاية اسمه الاولاني مثل اسمي بالضبط، قصدا كاتبينه بهالطريقة هاي لحتى شو ما يتصرف تصرفات تلزق بظهري انا انه هذا هو ابراهيم. انه بيجي بفوت شخص بيسمي حاله ابراهيم، بيكون فعلا اسمه ابراهيم او غير اسم، بيكتبوا بالكمبيوتر اسمه. وغير هيك ان وجد شخص عمل تصرفات بعصك او لزق فيك صفات زبالة. المهم، فاذا على شكلك بتطلعوا فيك لا مو انت اللي عملت هالشغله هي مثلا. اذا على الاسم بيقول لك ايه هذا ابراهيم هيك 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 عمل، بيكون مثلا جاي سكران، بيكون ضرب شي حدا، بيكون تعاطى، بيكون خرب، بيكون عمل شي شغله ماشي. يعني انت بتكون حكيت عن شيء، عن قضيه معينه، انت لزقوا فيك شي 10,000 قضيه هيك غصب عنك. فهون في السويد اعتمدوا من ميلانسيل انه انت كل ما تتعامل مع شغله 3 مرات. يعني حسان نعناع، راح اقول اسمه هاي المره، حسان نعناع الحلبي 3. والسويدية انه انت عم تقلي 3 بيضات وما بعرف مين. يعني البيضة بالسوري بس يقول لك واحد ضرب حدا بيضة فوتك بيضة مثل خوزقتك، خازوق. بالسوريين بس يلعب كرة ويفوت الكرة بين اجريك، شوتو بفوت الكرة بين اجريك، هي بيضة مثلا يسموها انه، او خازوق او شيء. المهم، هو المخابرات ماسكيني حتى في السويد على انك انت اذا تصرفت او تكلمت او شغلت موسيقى عم ب... عم ب... عم بتهدد الامن القومي السويدي. شو عم تحكي انت؟ خطير جدا. عم بنشروا هذا الحكي امامك بدون خجل، في المسجد، في الشارع، في الهوتيل، في اي مكان، تغليق تماما. اعادتك الروسي عم بيقول لك هذا الجنازير برقبته عبد عندي، انا استعبدته، هذا استعبدناه، ما بيعيش مع حياة كريمة ولو شو ما صار يصير، بده يعيش كلب عامل سعره بسعر اي واحد زبالة اهبل بلا علم. يعني هي عبارة عن تفنن في تدمير شخصيتك وتدمير حياتك. فهون في السويد جيت اشتغل اول شركة، ثاني شركة، 3 شركات غيرت. غير هيك جيت تشتغل اي شيء بيعملوا لك اياه، لا ازاز 3 او شيء، يعني شو بدي اقول لك، أجواء زبالة صراحة، ووضع مزري. والحمد لله رب العالمين على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن صبر جميل، الله المستعان على ما أصاب. شو بدنا نحكي؟ الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. وأبشع شيء لما الشخص اللي بيظلمك بيصلي وبيعبد الله، بيخاف الله، بيحج وبيصوم، بيعملون كلهم هدول لك عمو، وبالأخير شو بيقول لك؟ ايه الله برحمك يا اخي، خلاص الكم الجنة، بنعمل فيكم العمل بس الكم الجنة. ايه والله ماني قادر يعني ما عذبك، لازم نعذبك ننتقم منك. بعدين بيقولوا عنا غبي، بترضى يقولوا عنا اغبياء خورفتنا؟ لا حدا، لا حيشاكم، اظلم اظلم، وزيد وعذب وتمنيك وكذب وعملني زبالة وعملني شحاد وعملني درويش وعملني واحد عامل، وعمل كتروا كتروا. حسبنا الله ونعم الوكيل.